اخف واصح سمك ممكن تعمليه، ولا هنقلي ولا هنشوي. هنجيب السمك الروسي او بشوكه، بنغسله كويس ونتبله كويس بالتتبيله بتاعته كالمعتاده، تتبيله السمك بصل وتوم وفلفل وطماطم وخل وليمون وكمون وبهارات السمك، واعمل كل ده في الخلاط وادبل السمك لمده ساعه في طبق غويط. وبعد ما يتبل كويس بحط طبقه في الصينيه بتاعتي، وارص السمك عليها طبعا مع تعفيره من الدقيق، وبقيه الطبقه على الوش معلقتين زيت كده على الوش عشان يدوني لمعه للسمك حلو، ويدوني لونها كانك محمراه في الزيت. بغطي السمك بتاعي بالفويل علشان يستوي اسرع. لو ما انتش حابه ان انت تغطيه براحتك، دي حاجه ترجع لك برضو، بس انا افضل ان انت تغطيه بالفويل علشان يستوي معاكي اسرع ومن فوق ومن تحت، ويديكي طعم حلو كمان. انا بكون عامله رز معمر معايا كده، رز مدسوس في الفرن. حابه تعملوا له رز مختوم براحتك اللي تحبيه. عملت السمك ودخلته الفرن وغطيته بالفويل كده زي ما انتم شايفين، وبياخد تقريبا معايا ساعه في الفرن على اعلى درجه من فوق ومن تحت. لو انت حابه مثلا تعملي مثلا من تحت بس، لو الفرن بتاعك على حسب ما بيشتغل من فوق من تحت بس، دي براحتك على حسب فرنك يعني. انا الفرن عندي شغال من فوق ومن تحت، وقبلها بربع ساعه قبل ما اخرج السمك بربع ساعه بشيل الفويل عشان يديني اللون الحلو اللي انت شايفاه في السمك ده. وده طبعا السمك، شايفه السمك عامل ازاي، ولا قلاته في الزيت ولا اي يعني معلقتين الزيت بس اللي على الوش ادوني نتيجه السمك المقلي، بل احسن من السمك المقلي كمان. السمك مرطب معايا وطري وحلو. عملت جنبه سلطه وزيتون وخس ورز زي ما انتم شايفين كده. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. وفرنا معانا زيت وغاز. وبألف هنا.